السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل العيش البلدي. هعمله معاكم بطريقة سهلة جدا، وكمان هسويه على عين البوتاجاز على المصفى من فوق. وتسوية المصفى بجد تحفة، وانا عايزاكي بقى تجربيها بس بعد ما تشوفي الخطوات كاملة علشان العيش كله يرتفع معاكي. اللهم بارك، العيش كله ارتفع ونفخ، واللهم بارك. تسوية المصفى بجد تحفة واحلى من الفرن بكتير. يا ريت بس قبل ما نبدأ، يا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. انا هعجن معاكم بالخميرة البلدي وهجربها معاكم. الخميرة البلدي اللي احنا عملناها مع بعض اللي هي بالمية والدقيق، الخميرة نشطة واللهم بارك بجد تحفة. انا ضفت كده للكيلو الدقيق، اخدت كده 50 جرام خميرة اللي هي مكعبات، وضفت عليها 200 جرام مية ومعلقة سكر، وقلبت بقى بالمضرب. شايفين بقى الفقاعات اللي في قلب الخميرة؟ الخميرة البلدي اللي احنا عاملينها في البيت بالمية والدقيق بجد هي خميرة نشطة. وهعجن بيها النهاردة كيلو، وبعد كده هعمل عيش بلدي. انا حبيت الاول ان انا اجربها في كيلو ونشوف الخميرة نشطة ولا لا. بس ما شاء الله الخميرة نشطة ونقدر نعجن بيها اي كميات احنا عايزينها. في الاول انا بربي خميرة، يعني 150 جرام خميرة للكيلو. العجينة بقى سايلة مش عجينة يابسة. هغطيها وهتقل عليها علشان ترفع معايا على طول. بعد كده انا نخلت الدقيق، انا معايا كده كيلو، نخلاه كويس في الاول، وبعد كده ضفت عليه نص معلقة ملح. الدقيق اللي انا هعجنه معاكم النهاردة دقيق اسمر، يعني دقيق مدعم. بعد كده نزلت بالمية، وهقولك هو اخد معايا مية قد ايه بالظبط. الدقيق اللي انا بعجنه النهاردة بياخد مية كتيرة علشان هو دقيق اسمر دقيق مدعم. بس عيش البلدي اللي احنا بنعمله على المصفى ينفع معاكي دقيق زيرو او دقيق قمح او اي دقيق هتخلطيه على بعضيه. بس اهم حاجة ان احنا نعجن العجينة مظبوط. يعني في الاول بنقلب بالمعلقة لحد ما الدقيق بيختفي، بعد كده بنوقف مية خالص، وبعد كده بقى هنعجنها على اليابس ونطري فيها واحدة واحدة. مش عايزين نعجن عجينة طرية تغلبنا في العجن، وكمان في وقت الفرد هتلاقيها بتتلزق وتاخد معاكي كمية دقيق او نخالة. شايفين بقى الخميرة؟ ما شاء الله الخميرة مليانة فقاعات، وكمان ريحتها ظاهرة جامد. يعني هي كده جاهزة معايا ان هي تخمر معايا الكيلو. بعد كده نزلت بالخميرة والعجينة لسه يابسة. ما ينفعش خالص ان احنا نبقى مربين خميرة سايلة ونخلي العجينة طرية وبعد كده ننزل بالخميرة. خلي العجينة يابسة وننزلي بالخميرة علشان تظبطي بس العجينة في الاول. هقلب بقى شوية كده بالمعلقة، وبعد كده هطلع المعلقة وهعجن بايدي لحد بس ما ادخل الخميرة جوه العجينة، وبعد كده هتلاقي بقى العجينة بقت ماسكة نفسها، تقدري تهلتيها. ما شاء الله العجينة كده يابسة. بس انا جبت كده المية اللي انا كنت حطاها كده في الطبق اللي انا عجنه فيه الخميرة، ونزلت بيها واحدة واحدة كده علشان اطر العجينة. عجينة النهاردة مختلفة شوية، يعني مش زي العيش البلدي اللي احنا بنخبزه في الفرن. يعني العجينة لو بتخبزيها على المطارح وطرية مش هتغلبك، اما العجينة لو اضطرت معاكي وانت بتفرديها بالنشابة هتلاقيها بقى لزقت معاكي وهتغلبك جدا، وشكل العيش مش هيبقى مدور معاكي وشكله في الاخر مش هيبقى حلو. هنخلي بقى العجينة في الوسط. كل ما نخدم في العجينة وكمان يكون ليها عرق العجينة هتبقى معانا مظبوطة. هي اخدت معايا كده 600 جرام مية، يعني اخدت معايا 3 كوبايات. بس لو هتعجني دقيق زيرو هياخد معاكي ممكن كده 480 او 490 جرام. وخلي كده انزلي بالمية واحدة واحدة لحد ما تظبطي العجينة، ما تخليهاش عجينة طرية قوي بتتلزق ولا عجينة يابسة جامد. اظبطي العجينة وخليها في الوسط علشان العيش بعد كده يبقى طري. اللهم بارك. لا هي العجينة لسه بتتلزق، بس العجينة في الشتاء كل ما بتقعد معانا بقى وقت أطول كل ما العجينة بتبقى يابسة في الآخر. يعني لو في أول العجن كده طرية وبتتلزق، كل بقى ما هتقعد معاكي في البرد كل ما العجينة هتبقى يابسة. أنا ما خليتهاش بقى خمرت، أنا قطعت منها على طول. لو عايزة بقى إن انت تسيبيها تخمر وبعد كده تقطعي، بس هي احنا هنقطعها وبعد كده نفردها ونسيبها تخمر مرة واحدة بس، وبعد كده هنقوم نسوي. انا جبت كده شويه نخاله وشويه دقيق، لو ما عندكش نخاله هشتغلي بدقيق عادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقيه الخطوات. الفرد بقى سهل جدا، بس اهم حاجه ان احنا نظبط الفرد. يعني نخلي الرغيف مدور، ونخلي كمان سمكه يكون واحد، ما يكونش جنب رقيق وجنب تخين، ما يكونش كمان سمك الرغيف تخين. يعني عشان تقولي بقى ان هو هينفخ، لا العيش كله هينفخ. واستحالة بقى ان انت تسوي على المصفى والعيش ما ينفخش معاكي خالص. بس هي في خطوة بسيطة خالص لازم تظبطيها، خطوة العجين. اتعبي شوية في العجين هتلاقي بقى العيش كله بيرتفع وكمان بينفخ. انا كده فردت الرغيف وخليت سمكه في الوسط،
وكمان خليته مدور معايا علشان بس ساعة السوا يرتفع كله مرة واحدة. هنفرد كمان قطعة مع بعض. يعني هي العجينة شايفين سهلة ازاي بتفرد بايدنا بكل سهولة. ولو ما عندكش نشابة في البيت اعملي نشابة، اي ايد مقشة تكون مكسورة عندك خليها كده تعملي بيها توسعي بيها الرغيف. بعد كده هنوسع ونخلي السمك واحد، يعني ما يكونش جنب رقيق وجنب تخين. ولو لقيناه كده يعني اتفرد معانا ضميه شوية هيتضم معاكي بكل سهولة. شايفين بقى سمك الرغيف في الوسط. بعد كده انا عملت الكمية كلها، هغطيها بقى بملاية العجين وهنسيبها لما تخمر. اخد معايا بقى 40 دقيقة علشان انا عجناه بخميرة بلدي طبيعية. لو هتعمليه بخميرة فورية هياخد معاكي نص ساعة. بس اهم حاجة انتي ما تشغليش البوتاجاز خالص وتقومي تسوي الا لما تلاقيه اختمر والرغيف حجمه زاد. بعد كده بتجربي الرغيف، لو لقيتيه مش منفض هتخبزي بقية الكمية، لو لسه منفض اصبري عليه شوية. ما شاء الله من اول رغيف خبزته طالع معايا تحفة وارتفع، وكمان اللهم بارك طري جدا، وسوا كمان من فوق ومن تحت اللهم بارك تحفة. هكمل بقى بقية الكمية، بس لو لقيتيه منفض اصبري بقى عليه شوية بيكون لسه ما اختمرش. النفطة للناس اللي هي مش عارفاها، اللي هي بتخلي بقى سمك الرغيف تخين من تحت ورقيق من فوق. اللهم بارك سمك الرغيف معايا من فوق زي من تحت. وهنفتح مع بعض رغيف في الاخر ونشوفه. اهم حاجة بقى واحنا بنشمع الرغيف النار بتكون واطية خالص، يعني ما بنعليش النار علشان الرغيف ما يتحرقش معانا وهو لسه ما استواش. والعيش كله هيرتفع، واستحالة ان فيه رغيف ما يرتفعش معاكي. حتى الرغيف اللي انا بسويه كده يا جماعة فيه كده فتحة كده في الرغيف من الجنب، بس ارتفع واللهم بارك تسويته بجد تحفة. وكمان اللهم بارك ريحة العيش البلدي وهي بتستوي تحفة. وكمان غير ان هو طري، واللهم بارك تقدري تعملي بقى العيش البلدي من غير مطرحة ومن غير فرن خالص. وكمان تقدري تعمليه لو انت قاعدة في اي مكان، يعني لو انت في مصر ولا بره مصر تقدري تعمليه وانت قاعدة من غير مطرحة ومن غير فرن ومن غير اي مجهود خالص. هتعملي العيش البلدي وتشمي بقى ريحة العيش البلدي وهو بيستوي اللهم بارك تحفة. وكمان سوى المصفى يا جماعة بتخلي العيش طري جدا وأحلى من الفرن بكتير. والعيش كله بيرتفع ومفيش استحالة ان رغيف ما يرتفعش معاكي خالص. بس اهم حاجة ان انتي ما تعليش النار علشان ما تحرقش معاكي الرغيف. وكمان تخلي الرغيف كده سواه كده زي الفرن ويمكن احلى من الفرن بكتير. هو على ما بيشمع بتقلبيه بقى للجنب التاني، بتلاقي بقى الرغيف كله ارتفع مرة واحدة ما بياخدش حاجة خالص. يعني لو عاملة كمية كبيرة وحابة تفرزيها صدقيني مش هتاخد معاكي وقت خالص، لان الرغيف على ما بيشمع بتلاقيه بقى ارتفع واللهم بارك. بيبقى شكله تحفة بجد، يعني انا قاعدة كده مبسوطة جدا. انا عايزاكي برضو ان انت تجربيه وتشوفي بقى سوى المصفى، هيخليكي ان انت قاعدة مبسوطة ان انت عملتي العيش البلدي بكل سهولة، وكمان العيش كله هيرتفع معاكي. وهفتح كمان معاكم رغيف، شايفين بقى الرغيف من جوه سمكه من فوق زي سمكه من تحت. اتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناة. استناني في فيديو جديد. السلام عليكم.